لقينا لمة ناس رايحين نجيب شو السمك نبيعها نسترزق فيها، ولقينا كمية عيال في المية ناس ملموم عليها، ما حدش قادر يتكلم. السلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم. حاسه ان بقالي كتير قوي ما صورتش، الحمد لله بفضل الله مفيش اي حد من متابعيني سأل عليا. كنت واخده قرار كده مع نفسي اني مش هصور غير الحاجات الايجابيه فقط. لقيت ان انا مش هصور حاجه خالص، بس ما علينا، مش هطول عليكم اكتر من كده، ويلا بينا نشوف معانا ايه النهارده. الشاب اللي انتوا شايفينه قدامكم ده عريس جديد، اتاخد من قدام باب بيته ورموه من الدور الخامس واقنعوه ان هم ظباط. ايه القصة وايه الحكاية؟ تعالوا مع بعض نفهم ايه الحكاية، يلا بينا. اللي قدامكم ده اسمه صلاح ابراهيم، عنده 22 سنة، من مدينة السلام، شغال فني تكييفات. الشاب ده محترم جدا جدا بشهادة كل الناس اللي حواليه، قالوا ان هو انسان محترم خلوق متربي ابن ناس، كل حاجة حلوة فيه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الشاب ده لسه متجوز جديد، ما بقالوش شهرين. يوم الحادثة الصبح جم 3 خبطوا عليه وقالوا له افتح، انتوا مين؟ احنا تبع الشرطة. طبعا هو ارتبك وفتح بسرعة بدون اي مقاومة، وخاف مين الناس دي اللي جايين يخبطوا الساعة 7 الصبح. تعالى معانا. راح معاهم بدون اي مقاومة عشان يفهم ايه الحكاية، نزل معاهم بكامل ارادته، راح معاهم. راحوا عمارة تانية، طلعوا العمارة الدور الخامس، واول ما طلعوا كتفوه، عملوا معاه جميع انواع التعذيب. كتفوه، ضربوه، يعني بهدلوه، ما سابوش نوع تعذيب، ما خدوه زي ما هو كده وقاموا يا حبيبي راميينه من الدور الخامس. بعديها اتقبض عليهم. حاولوا ينكروا في التحقيقات ان هم عملوا فيه كده، ليه؟ الله اعلم. لكن كاميرات المراقبة اللي موجودة في المكان لما رجعوها اكتشفوا فعلا ان هم اللي عملوا فيه كده وهم اللي رموه. لسه لحد الآن محدش يعرف هم ليه عملوا مع الشاب ده كده، لكن يقال ان الشاب ده كان معاه 7000 جنيه يصحى الصبح عشان يدفعهم قسط العربية بتاعته. هل ان هما ممكن يكونوا عملوا معاه كده عشان خاطر 7000 جنيه؟ طب هم عرفوا منين ان في مثلا 7000 جنيه متعانين في قلب البيت؟ في قصة لسه مستخبية، لسه ما ظهرتش للعلن، بس اكيد في التحقيقات كل حاجة هتظهر وهتبان. طبعا اهله بيطالبوا بحق ابراهيم، وان حق ابراهيم لازم يرجع. ربنا يرحمه ويصبر اهله ويعوض شبابه في الجنة، ويرحم مراته اللي لسه ما تهنوش بجوازهم. زي ما قلت لحضراتكم كان متجوز بقاله شهرين، لسه ما تمتعش بالحياة. ربنا يصبر اهله وربنا يرحمه. الحاجة التانية اللي هتكلم فيها مع حضراتكم النهاردة، الحادثة اللي اكيد حضراتكم كلكم سمعتوا عنها وانا اخر واحدة اتكلمت عنها، اللي هي بتاعت ال14 طفل اللي كانوا رايحين مدرستهم حبايبي على التروسيكل، والتروسيكل اتقلب بيهم في قلب الترعة. حاجة الايجابية اللي حابة ان اتكلم عنها ان الراجل المحترم اللي قدامكم ده اسمه ميخائيل. الراجل ده راجل صحي الصبح رايح يسترزق، طلع على شغله. هو الراجل ده بيجيب شوية سمك كده يسترزق فيهم، وهو ماشي الصبح الساعة 7 لقى في صوت اطفال عمالة بتعيط وبتصرخ. بيبص جنب منه كده في الترعة لقى في تروسيكل مقلوب وفي 14 ولد وبنت. ما فرقش معاه اي حاجة، كان لابس جلابية دي كان فيها 20,000 جنيه فلوس شغله اللي هيجيب بيها البضاعة السمك عشان يسترزق منه. ما فرقش معاه حاجة، هو
قلع الجلابية بالفلوس بتاعت الشغل، وساب السمك على التروسيكل، وساب كل حاجة، وفط نط في قلب المية ونزل عشان ينقذ الأطفال. وفعلا فضل يعافر لحد ما أنقذ الأطفال كلها 14 طفل، رغم ان هو يعني في بنوتة يا حبيبتي توفت غرقت، طلعها، فضل وراها لحد برضه ما طلعها، وفضل موجود لحد ما طلعوا التروسيكل كمان اللي اتقلب. الراجل ده محترم، وعرف المصريين كلهم ان يثبت المصريين كلهم ابطال، المصريين كلهم رجالة وقت الجد بنلاقيهم. دي الامثلة المشرفة اللي المفروض الواحد يطلع ويتكلم عنها ويقدمها لحضراتكم. ودي كانت حكايتنا، وفي النهاية صلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. دمتم سالمين. احوش نفسي عن الزباله دي، كانت بتيجي عليها وممكن كنت انا رحت معاهم، بس انا مهمنيش. الاطفال صغيره ما ينفعش انك انت ما تساعدهاش. كنت بتستخدم ايدك نفسك؟ ايوه كنت بفرك كده بديه، حتى كل الناس اللي كانت عايز واقفه. تقول ان كل الاطفال كانوا تحت الميه، يعني ما كانش حد فيهم طافي؟ كان في 5 6 7 طافيين والباقي كله تحت التروسيكل من تحت. انا كنت بطلع الناس دي كانت تعبانه من تحت الميه. انت كنت بتقول لنا التروسيكل عليه شوال، شوال ملفوف كده عشان البرد، شوال كبير، شوال يقدر زي ما يكون شوالات دقيق ومحيطها ببعضيها. كم طالب كانوا تحت الميه؟ اقول لك انا مش واعي عشان كانوا 5 6 7 او يطلع 7 تحت الميه، يعني يطلع 7. اعتقد دي اللي حالتهم بقت صعبه بقى. ايوه اللي بقت حالتهم صعبه. انا قلت لهم في البدايه ان في حالات صعبه للناس عشان ما حدش قبل ما تيجي الاسعاف كانوا حاطينهم كلهم على الارض. ربنا يرحم اللي توفوا، ربنا يرحم اللي توفوا ويقف مع اهل المنصبين، وربنا يشفيهم كلهم. لمة ناس رايحين نجيب شو السمك نبيعها بنسترزق فيها، ولقينا كمية عيال في المية، ناس ملموم عليها، ما حدش قادر يتكلم ولا حد قادر ينزل ولا حد يعمل اي حاجة. جيت قال على الجلابية وجيت ناطط جيبهم كلهم، اطلع بالاثنين وبالثلاثة وبالواحد حتى ما طلعناه لغاية ما طلعتهم كلهم، وكان في جيبي فلوس 20,000 في جلابيتي وكل حاجة ما حدش قال. السمك كان فوق التروسيكل، والسمك كان فوق التروسيكل ما بعتوش. السمك كان فوق التروسيكل دقيقة بس تمام كده.